مبدئيا انا بجد بشكرك على صدقك في تقديم المحتوى. اصلا دايما لما بشوف بجد الناتج او التاثير بتاع الحاجه اللي بتتعاطى بحس ان في صدق نيه في اللي قدامي بصراحه. يعني فربنا يتقبل منك يا رب، اللهم امين. اولا اسماء برضو كانت من الناس اللي يعني ايه، طب معلش يا اسماء، طب جربي، طب حاولي، طب ادخلي، طب شوفي كده. لان انا حقيقي في حاجات اتعلمتها وانا كبيره. اتمنى ان انا بنتي تعرفها وهي صغيره. هو ممكن الاثر الكبير انا ما كنتش بقربه دلوقتي الحقيقه. اسماء دخلت الكورس وانا مش منتظره غير انها بس تتعلق بيه وتحبه. ما شاء الله، الحمد لله يا رب، بجد الحمد لله الحمد لله بجد. بشكرك، بشكر ربنا الاول بجد، بشكرك على فعلا قدرتك على انك انت تجذبيني. انت حباكي الدعاء يعني. والله فتعلقت الحمد لله بيكي، فانا اتبسطت يعني. حريصه جدا يعني، مضغوطه جدا على فكره في الدراسه، يعني بالذات بعد الدراسه بدات. بس لا يعني كلام بنات لا انا هحضره يعني، فما شاء الله يعني الحمد لله يا رب. التاثيرات اللي هي الواعيه اللي حصلت لها دلوقتي، هي الحمد لله هي اسمها كانت من النوع اللي بتتوتر. بدات شويه تشوف حقيقي تتوتر له ايه اللي مش حقيقي، ما تتوترش. ده كان ليه اثر يعني الحمد لله يعني، لمسته يعني. القبعات يعني فرقت معانا بشويه في اتخاذ قراراتها، واحنا عايزين نكمل الجزء الثالث ان شاء الله.